جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم. معنا الآن ضيف هو الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير غزال محمد، حيث درس الفن التشكيلي في كلية الفنون الجميلة وركز في عمله على البورتريت وعلى رسم الوجوه كاريكاتيريا. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير. وبداية كل عام وأنت بخير وكل سنة طيب، وإحنا اليوم نحتفل بعيد الصحافة العراقية. أهلا وسهلا بك. بالبداية أحب أصبح على كل مشاهدي قناة البشير الفضائية، وأبارك لكل الصحفيين العراقيين والإعلاميين بمناسبة يوم الصحافة العراقية، وتحية اعتزاز وإكرام لكل الشهداء في نقل كلمة الحق التي لا يراد بها باطل. يعني غزال، خلينا بما أنه احنا نتكلم بالبداية على عيد الصحافة، يعني اليوم الكاريكاتير تعتقد أنه له مساحة جيدة في الصحافة العراقية؟ الحقيقة بالبداية قبل ما أبدأ بالكاريكاتير هناك يعني أريد أن أشير إلى نقطة هامة جدا، أنه فهم فن الكاريكاتير نعم. وإخراجه من فن للإضحاك والتسلية ووضعه في مجاله الحقيقي اللي هو فن ثقافي إنساني. يعني أكثر فناني الكاريكاتير يعتبر هو ينقل الواقع في مجتمعنا طبعا من خلال نقله، من خلال رسوماته، نقل الواقع المرير وكشف أقنعة الفساد والتخلف. فهو نجد فيه الفيلسوف ونجد فيه الناقد وأيضا المحارب، يحارب بجميع أنواع طيب، وفق هذا الوصف وفق هذا المفهوم، اليوم بالصحافة العراقية الكاريكاتير ياخذ مساحة جيدة، ماخذ حقه تعتقد؟ أكيد. يعني شوف، أكثر مجتمعنا، أكثر الناس من ياخذ جريدة أو مجلة رأسا يركز على الكاريكاتير، لأن يعتبر الكاريكاتير حاليا هو لغة العالم في نقل الواقع. يعني تلقى قصة نعم كاملة أو موقف كامل بالضبط، تلقى دعاية، تلقى يجسد احتجاج، يجسد إعلان من خلال إعلان تلفزيوني أو سينما إلى آخره. طيب، خلينا الآن نرجع نتكلم عن البدايات بعد أن انتهينا هذه المقدمة عن الصحافة العراقية والكاريكاتير. ويعني نعرف أنه بدايتك كانت مع الرسم. هي بداية البذرة في أنه معرفتي أنه رسام هي في سن الخامسة. بديت أرسم رسوم كرتونية اللي أنا أضعها حاليا في أكثر أعمالي الكاريكاتيرية، اللي شخصية بسيطة جدا. أكثر أصدقائي يقولون قريبة إلى شبيهة حنظلة للرسام العالمي ناجي العلي الله يرحمه. فقلت لهم لا، هذه هو أول عمل إلي في رسم الكاريكاتير. فبديت أرسم كاريكاتير، إنه هاي الشخصية استرسلتها من خلال أعمالي في أكثر عمل كاريكاتيري، فأضعها في أكثر أعمالي. نعم. راح نكمل حديثنا عن هذا الموضوع تحديدا، والآن نأخذ اتصال هاتفي مع سيد سعيد ناصر الدين، نائب نقيب الصحفيين اللبنانيين. أهلا ومرحبا بك سيد سعيد. صباح الخير. ألو أستاذ سعيد، إذا كنت تسمعني؟ نعم. صباح الخير ويسعد صباحك. صباح الخير يا هلا، ورحب بك أجمل ترحيب في بلدك الثاني العراق، وأيضا أسألك عن حضورك للاحتفال بعيد الصحافة العراقية. الشكر. نحن نتمنى للصحافة العراقية التي هي الصحافة هي دائما مرآة الوطن، نتمنى مزيد من التقدم والازدهار، وأن يعود العراق الشقيق إلى ما كان عليه سابقا، الصخرة الصلبة التي نتحطم عليها جميع المؤامرات. أيضا بودي أن أسألك سيد سعيد عن تعاملكم مع نقابة الصحفيين العراقيين، كيف يتم التعاون، أيضا العلاقات الثنائية كيف هي؟ نحن في تعاون تام بين النقابتين، نقابة الصحافة المحلية ونقابة الصحفيين. نعم.
إذا السيد سعيد ناصر الدين ومهنئ بهذه المناسبة. نعم. نتمنى لها مزيد من التقدم والنجاح. واحنا بدورنا نشكرك ونرحب بك اجمل ترحيب، ونتمنى لك طيب الاقامه السيد سعيد ناصر الدين نائب نقيب الصحفيين اللبنانيين. شكرا جزيلا لانضمامك الينا. غزال، كنا يعني نتكلم عن موضوع الكاريكاتير ووضع لوجو خاص بك يعني في كل لوحه يمكن تيمنا او على غرار الفنان الكبير ناجي العلي، واللي كان هو يعني له دور بارز من خلال الرسوم الكاريكاتيرية. لذلك ارجع للاساس اللي يعني خلى يعني غزال يتجه الى الرسم والى الدراسة في كلية الفنون الجميلة، وبالتالي هاي السنوات ودراسة الفن التشكيلي قبل ان تدخل في مجال الكاريكاتير. هو بديت فيها في سن ال 15. كان بدايتي هو كيفية الوصول إلى الذات من خلال العمل الكاريكاتيري. حسيت إنه أنا أعرف يعني أرسم واقعي. نعم. يعني إلي المام أيضا بالكاريكاتير، لأن الرسام الواقعية باستطاعته إنه يتحكم في المدارس الأخرى. هناك خطأ شاسع يستخدمه أكثر الفنانين وأكثر الخبراء بالفن التشكيلي، انه الفنان العراقي يخصصوه بعمل معين، يعني يخصصوه انه هو رسام بورتريت او رسام طبيعه، او هذا الشيء خاطئ باعتقادي يعني، لان الرسام التشكيلي او الفنان التشكيلي هو حاول كل المدارس، يعني استطاعت انه يكون فنان سريالي، استطاعت انه يكون فنان واقعي او اكاديمي او انطباعي من هذا على هذا النطاق. لكن حسيت انه باستطاعتي ان ارسم كاريكاتير في سن ال 15. بديت ارسم، عملت في اكثر من صحيفه وفي اكثر من مجله عراقيه، والحمد لله، بس واجهها صعوبه لان كان صغر سني في هذه الفتره يمنعني من نشر اعمالك؟ لا، استرسال الفكره، لان العمل الكاريكاتيري هو الفكره وليس العمل. يعني تشوف اكثر الفنانين فكرته قويه، لكن والان نشوف يعني احنا مجموعه من الاعمال الكاريكاتيريه. اليوم اشوف يعني غزال بدأت يتجهون الكثير من رسامين كاريكاتير الى البرامج الحاسوب الفوتوشوب وغيرها. نعم، انا استخدم هذا هذا كله رسم يد. نعم، وليس حاسوب. هناك يعني ان شاء الله اذا يعرضها السيد المخرج هذه الكاريكاتير عن الوزارات وعن اعمال الوزراء، طبيعه الاعمال اللي هذه كلها في مجتمعنا. لكن اليوم يعني في الوطن العربي، في العراق، في كل العالم، ما زالوا يستخدمون الرسوم اليدوية ولا أدخلوا التقنيات إلى الموضوع، يعني استخدموا البرامج؟ هو بداية بذرة العمل هو التخطيط، يعني لازم يتخطط، هذا كله تخطيط حاليا. أكثر الصحف يعني تريد التخطيط باليد، يعني ما تفضل الفوتوشوب، لأن العمل الفوتوشوب عالم واسع صعب، يعني يراد شخص متمرس لهذا العمل يحتاج وقت طويل. أكيد. طيب الآن التقنيات الحديثة سمحت بأن يكون هناك القلم الإلكتروني وأكو، وبالتالي ممكن أن ترسم على الحاسوب بيدك. هذا ممكن أنه تستخدمه مستقبلا، يعني نشوف هذه الأعمال هم باليد، هي الأقلام خشب. طبعا استخدمت أكثر أعمالي بأدوات بسيطة جدا، يعني متوفرة في الأسواق، بس الحمد لله يعني طلعت فيها نتيجة من خلال يعني عملي الواقعي، خلال عملي الواقعي. وبالتالي استخدام هذه الأدوات خلاك أنه تدخل إلى هذا العالم. لكن بالمناسبة يعني نوعيات يعني زينة، مو نوعيات رديئة، يعني نوعيات جيدة ممكن تطلع شغل جيد. طيب يعني اليوم الكاريكاتير في العراق تعتقد أنه صار تسلطت عليه الأضواء أكثر من السابق؟ أكيد. صار يعني يقدر اليوم كان الفنان الكاريكاتيري مهمش جدا، كان ليس له أي دور، لكن حاليا الحمد لله توجهت الأضواء على رسام الكاريكاتير. حتى تغيير العالم يعني بدأ برسام كاريكاتير،
يعني أكثر الدول اللي صارت التغيير فيها الدول العربية نعم. بدايتها رسامي الكاريكاتير من خلال الدعايات طبعا. طيب يعني الرسوم الكاريكاتيرية اليوم يعني البعض يتضايق إذا رسمت شخصية عامة أو فنان ما. تعتقد انه هذه الثقافه بعدها ما موجوده عندنا؟ يعني ينزعج الشخصيه العامه او الفنان او اي مثقف اخر او اي شخصيه ممكن ترسمها كاريكاتير، ممكن ان ينزعج ما يفهم انه هذا تريد توجه رساله انت من خلال هذا الرسم؟ والله هي لحد الان موجوده هذه الفكره. يعني اكثر الناس تعتقد انه فن الكاريكاتير هو فن الاساءه او السخريه من هذا الشخص. بالضبط، الاساءه. يعني حتى كان سابقا في عصر النهضه كانوا يعتبرون انه فن، هو طبعا التعريف الرئيسي لفن الكاريكاتير هي المبالغه وليس التشويه. كانوا يعتقدون انه رجال الدين هو فن المبالغه وفن الاساءه للاخرين. فكان رجال الدين في عصر النهضه كانوا يحدون من عمل الفنان اللي من ضمنهم كان فنانين عظماء. طبعا هذه بالمناسبه حديثي، هذه اللوحة اللي هي الفسيفساء هذه مخلفات زجاج، يعني من النفايات جبت الزجاج وسويت هذا العمل الفني. هذه جدارية يعني عملتها ولا هذا اي جدارية فسيفساء زجاج العادي. إذا أنت مو عندك يعني حد معين للرسم وللفن وإنما تستخدم أدواتك بشكل مختلف، الخامات اللي موجودة اللي الناس تظنها إنه بلا عمل أو بلا فائدة تكون هذا العمل التشكيلي الرائع. طيب كيف جتك هذه الفكرة؟ يعني شفت عمل معين وجتك هذا موضوع عندنا يعني في أكاديمية الفنون الجميلة. نعم. كان عندنا جداريات، فعندنا موضوع انه تكمل هذا العمل يعني باعتباره انه عمل تخرج. يعني انا كنت اتابع الصور احنا نحضرها للحوار، اكو بعض الصور اذا السيد المخرج الان يحضر لنا اياها هي تخطيطات لصور بالاسود والابيض. نعم. اللي احيانا لشخصيات للوحات عالميه. استخدام هذه تقنيه الاسود والابيض. نعم. ايضا تحتاج الى حرفيه عاليه، تحتاج الى موهبة خاصة، ولا ممكن أي فنان تشكيلي ممكن أن يرسم بهذا الطريقة؟ هو أكيد أي فنان تشكيلي، لكن بإمكانيته يعني بقوة إمكانيته يعني استخدامه. يعني أنا استخدمت طريقة التنقيط اللي هي أصعب الطرق. نعم. يعرفها أكثرها خريجي التصميم. نعم. طلاب التصميم عندهم هذا المادة هي التنقيط، الرسم طريقة التنقيط، لكن صعبة جدا. يعني تحاول شلون تبرز التعابير اللي موجودة على الوجه من خلال التنقيط، يعني استخدام الظل والضوء. وهذا اسلوب يعني مزجت بين الاساليب. يعني هذا نشوف الان هذا تخطيط هو بالرصاص من خلال يعني صور. هذا طبعا تمارين بالمناسبة. هاي تمرين، يعني هاي في وقت الكلية اي شيء اشوفه امامي هو تمرين، حتى لو جلاس مي هذا يبدأ تمرين. هذا سر نجاح الفنان، التمرين المستمر. التمرين المستمر هو يعني هذه اللوحة ثانية، هذه قصة النبي موسى. هذا بالفحم، فحم الحطب، حطب التنور. نعم. بالمناسبة ايضا استخدمت مادة جديدة. هذا حطب التنور اضافة الى اللي هي المادة الورقية والتالفة جدا، الى تميل الى اللون الرصاصي. استخدمتها لكونها كانت ملمسها خشن، استخدمت فيها هذه اللوحة. يعني اذا على الفنان ان يبتكر، اكيد دائما يبتكر، مو فقط يعتمد على الالوان الستندر والخامات، بالعكس انه يبحث. نعم. يعني هذا تخطيط اخر ايضا، هذا ايضا دراسة تشريحية. يعني للي قد يكون يعني مركز على انه غزال رسام كاريكاتير، هذه اعمال. هي المصيبة الاكبر انه انا قاموا يصيحوا لي رسام البورتريه او رسام الكاريكاتير، لكن هم يعرفوا انه عندك انت يعني محاولات وابتكار. لا هم يعرفون، يخصصون مع الاسف. الفنان التشكيلي لا يخصص بعمل، لا يخصص، لكن الاسترسال من خلال العمل هو اللي يجعله يتخصص باعماله، يعني هو يتجه اتجاه. لكن انا باستطاعتي انه ارسم غير مدارس. شوف عمل اخر. إذن قبل أن نكمل حوارنا مع غزال الفنان الشامل إذا ممكن صح التسمية، الآن ويانا اتصال هاتفي مع الزميل يوسف الشولي
ممثل قناة الجزيرة الفضائية في احتفال نقابة الصحفيين العراقيين بعيد الصحافة العراقية. أهلا سيد يوسف. ألو، صباح الخير. صباح النور يا هلا. بداية نرحب بك بوجودك في العراق، وأيضا ممكن تكلمنا عن وجودك في احتفال النقابة بعيد الصحفيين العراقيين أو عيد الصحافة العراقية. شكرا. وهذا فعلا عيد كل الصحفيين. نتمنى ان يكون عيد واحتفالات ترقى بما قدمه الصحفي العربي والصحفي العراقي على وجه الخصوص على مدى السنوات الماضيه من عمر الصحافه والاعلام في المنطقه العربيه وفي العراق تحديدا، وان يلقى الصحفي العربي والصحفي العراقي خصوصا ما يستحق من تقدير وثناء. قد قدم توصيات كثيره جدا على مدى هذه العقود الطويله من عمر الاعلام العربي وكشف الحقيقه، ونرجو ان يكون هذا الاحتفال علامه مميزه وفاصله اتجاه الكشف عن كل من تورط في دم الصحفي العراقي والصحفي العربي، سواء كان خلال الفترات الماضيه او خلال الان والبحث عن الحقيقه لخدمه الوطن والمواطن والجمهور، ليس فقط العراقي وانما العالم والعالم بالتحديد. نعم. اذا سيد يوسف، ايضا اسالك انه كيف تجد الصحافه العراقيه اليوم بعد تعدد وسائل الاعلام والانفتاح الكبير الحاصل في العراق؟ اي صحفي طبعا يكون مبسوط جدا عندما يدخل الى بستان ويجد فيه الورود متفتحه وكثيره ومتنوعه، فالصحافه كما نعلم هي بستان الورود والزهور التي نعتبرها وسط الاعلامي ساعد في العريضه الطيبه التي تبسط الناظرين اولا، وكما انها في الحقيقه وباحث عن الاخطاء باعتبارها انها سلطه ايضا لا اقول السلطات الاخرى وانما تساعد السلطات الاخرى الدوليه والتنظيميه والقضائيه في اتجاه خدمه الوطن والمواطن، ونحن تكون هذه الصحافه العراقيه والصحافه العربيه تحديدا الان فاتح والتي قد تبدو ظاهره او قد تبدو حاليا في المواطن العربي. اذا السيد يوسف الشولي ممثل قناه الجزيره الفضائيه في موقع الاحتفال، احتفال النقابه الصحفيين العراقيين بعيد الصحافه العراقيه، شكرا جزيلا لانضمامك الينا. اعود لغزال، واليوم احنا الاجواء احتفاليه وحضرتك يعني موجود ويانا. كنا نتكلم عن انواع مختلفه قبل الاتصال يعني، ومنها طبعا ذكرت انه تخصصك في البورتريت. يعني ما تعتقد انه انت لديك موهبه مميزه في هذا النوع من الرسم، بالتالي لهذا خصصوك بهذا الجانب؟ هو مو تخصص، اكثر الفنانين يخاف من تخصصه، يعني من ينطوه تخصص معين يتجنب هذا التخصص، لانما هو بامكانيته انه تخصص في هذا المجال. لكن الحمد لله يعني بديت استمر في التمرين لحد ما وصلت الى هذا. شنو صعوبة البورتريت؟ هو ما بي اي صعوبة لكونك رسام. الرسام ما يلاقي اي صعوبة، لان هو يستوحي من خلال الواقع، يستوحي افكاره من خلال الواقع. يعني البورتريت سهل جدا، يعني موديل امامك باستطاعتك انه ترسمه، موديل امامك، او من خلال صورة فوتوغراف مثلا، او من خلال هي يعني النظريه انه باستطاعتك انه كونك رسام، يعني باستطاعتك انه ترسم بورتريت. يعني الناس قلت لك يعني اكثر في مجتمعنا يخصصون، او الفنانين التشكيليين الكبار يخصصون الفنان، نعم، بس الفنان باستطاعته انه يكون رسام بورتريت او يكون كاريكاتيري في بعض الاحيان. يعني بعد ان ناخذ هذا الاتصال راح نتكلم عن بعض الصور الشخصيه اللي موجوده ويانا الان، ايضا هي صور حضرتك راسمهن البورتريت. ويانا الان على الهاتف السيد فارس الخوري ممثل BBC البريطانيه. اهلا بك سيد فارس. نعم سيد فارس.
اهلا ومرحبا. اهلا ومرحبا. اولا ارحب بك واتمنى لك طيب الوقت والاقامه، وايضا اسالك عن الاحتفال بعيد الصحافه العراقيه وتواجدكم في بغداد. ممكن جدا. شاكر جدا وسعيد. يعني سيد فارس، كيف تجد أجواء الاحتفال بهذه المناسبة، المناسبة اللي هي عيد الصحافة العراقية؟ نعم سيد فارس. إذا ممكن بعيد السؤال. أنا كنت أسألك عن أجواء الاحتفال، كيف تجد أجواء الاحتفال وتواجدك في بغداد؟ أجواء رائعة جدا. هذا الوضع جميعا مهتمين ومستعدين لتدخل. نعم. 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 طيب سيد فارس، بخصوص الاحتفال بعيد الصحافة وما تمثل هذه المناسبة للصحفيين، أنتم كصحفيين عرب، كيف تجدون الصحافة العراقية اليوم؟ أعتقد هناك تطور واضح جدا في عمل الصحافة العراقية. الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون، نحن أيضا في إذاعة كبيرة في شؤون الصحافة. هناك اهتمام كبير صحيح. نعم. سيد فارس خوري من الBBC البريطانية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. غزال، كنا نتكلم عن صور البورتريت. السيد المخرج إذا تعرض لنا اكو صور شخصية موجودة معنا أيضا، حتى نبين للمشاهد أنه الفرق بين البورتريت وبين باقي اللوحات. أحيانا كثير من الناس يجب أن يكون له صورة مرسومة بورتريت على أن تكون صورة ملتقطة بكاميرا، صورة فوتوغرافية مثلا. يعني شنو السبب رأيك؟ يعني أكثر الناس تحب الرسم البورتريت، يعني ما تميل إلى الفن الفوتوغرافي، تريد يعني رسم بورتريت يفضل لها. يعني ممكن انه، يعني انا شخصيا اعتقد انه قد يكون انه اذا لي لوحه مرسومه كصوره شخصيه، انه قد اشوفها يوميا بشكل مختلف. نعم. بينما الصوره يوميا قد اشوفها هي الصوره الملتقطه. اكيد الصوره الفوتوغرافيه لكثره المشاهده لها يعني تشوف بها ملل يعني. لكن الرسم باليد تشوفه سبحان الله، هي تضع فيه كانه في روح. نعم. البورتريت عندما ترسمه تضع فيه روح، من خلاله يحاكي خواطرك من خلال المرسوم، الشخص المرسوم. لكن مرات يكون الشخص المرسوم صورته لمن يعني الرسام يرسمها يشوفها انه ما تشبهه، لكونه شايف شكله يعني اكثر من مره. نعم. يعني اكثر الناس اذا شوفه صوره شوف الشخص المرسوم يقول لها ما تشبهني مثلا، لكن الباقيين لا، يقول لك هذا فلان، لان هم متعودين يشوف نفسه دائما، لكن يعشق الصوره. نعم. انه هذا اني. ومن هذا يعني منطلق حبيت هذا النوع من الفن. ويعني الان على الهاتف السيد الفريق محمد العسكري، المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع. أهلا ومرحبا سيادة الفريق. صباح الخير عليك وعلى قناة الرشيد الفضائية وعلى مشاهدينا من عندكم هذا اليوم الذكرى لإطلاق رحيل عيد الصحافة العراقية، واللي أنتم جزء مهم وهام وركن أساسي، وأثبتوا قناة الرشيد أنها قناة وطنية عراقية تتابع الحدث وتسند العراقيين في كل المجالات. فهنيئا لكم في هذا اليوم وهنيئا لكادركم الذي عانى الكثير من اجل اظهار الصوره والصوت ومن اجل اظهار هذه القناه في هذه الحله. بحقيقه الامر اليوم سعيد جدا نحن في العراق انه يكون هناك احتفاليه تقريبا عالميه، صحفيين واعلاميين
الآن مقاعد الرشيد من كل أقطار الوطن العربي وبعض الدول العالمية، وبذلك تعود بغداد إلى أنفها ويعود العراق إلى مجده وإلى حضارته، ويثبت العالم أنه واحد من أبرز الحضارات في التاريخ. ولذلك ليس غريبا على العراق أن يحتفي منذ هذا العام بعيد الصحافة العراقية وبهذا الكم وهذا الاهتمام. لذلك نحن مسرورين ونتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح، وأن تكون الرشيد هي السباقة دائما، وأن تكون قناة العائلة العراقية بكل ما تحمل من كلمة نتيجة لمواظبتكم وعملكم المستمر الدائم من أجل إبراز الرسالة الإعلامية المميزة والرسالة الإعلامية التي تسيرون عليها بحق هي رسالة إعلامية محترمة وتعتبر تراعي كل الظروف وتراعي كل الموازين للحياة. إذن الفريق محمد العسكري المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا، وكل عام وأنت بألف خير. غزال أرجع لك، يعني وإحنا ضمن هذه الأجواء الاحتفالية ما زلنا مستمرين بتلقي الاتصالات والتهاني، وأيضا بالكلام عن أعمالك. بودي أسألك عن اختيارك للموضوعات اللي ترسمها، سواء كان إذا كانت لوحة أو بورتريت أو بما يخص الكاريكاتير. اختيار للوحات أو الكاريكاتير، اللوحات من خلال عملي، يعني يكون يعني طلب نعم من خلال الناس اللي تطلبها. أما الكاريكاتير حول ما يحدث في على الساحة العراقية. حاليا كانت مسميات، عفوا قبل كانت مسميات، يعني يكون رسم اجتماعي أو رسم اقتصادي أو ما إلى شابه. حاليا باتت جميع أعمال الكاريكاتير هي أعمال سياسية تخص السياسة وتتكلم عن السياسة، باعتبار أنه هذا الفن ينبع من الواقع، وأي شيء موجود بالواقع ممكن أنه يجسد كاريكاتير. نعم، هو أكيد هو يعني مثل ما تفضلت حضرتك، الكاريكاتير هو يجسد الواقع من خلال مجتمعاتنا. اللي الكاريكاتير هو نوع من أنواع المحاربة، محاربة أوجه الشر والتخلف والفساد ما إلى ذلك. من خلال الرسومات اللي ترسم حاليا، يرسم أكثر الفنانين رسوم تعبيرية على ما يصير على الساحة العراقية حاليا. تغير الأوضاع، تغير الوضع الاقتصادي، تغير الوضع الاجتماعي المعاشي. يعتبر حاليا مثل ما قلت قبل قليل أنه باتت هي فكرة سياسية، يعني إذا تتكلم على حالة اجتماعية هي أكيد تمس الوضع السياسي. وبذلك صار يعني الكاريكاتير هو لسان حال الناس في كثير هذا في مجتمعنا. التعليق اللي موجود بالكاريكاتير يعني غزال أحيانا الرسم قد يكون ممكن أن تفهم الفكرة، لكن التعليق مهم جدا. أنا أفضل بدون تعليق، يعني أحس حتى تفهم كل المجتمعات في العالم، يعني ليس مجتمعنا فقط، يعني أود أنه يفهم أكثر من. لكن الطلب يكون في بعض الصحف المجلات، يعني هو صاحب الجريدة أو المجلة يريد من الرسام أنه فيها تعليق معين، يعني مناسبة معينة أو حدث معين يريد حول تعليق. لكن يفضل يعني أكثر رسامي الكاريكاتير يفضلون العمل بدون تعليق، وأنا من طبعا اللي ما أفضله بدون تعليق. نعم، ويانا الآن على الهاتف سهير جبداء، ممثلة عن الصحافة الدولية. أهلا ومرحبا بك سهير، وصباح الخير. نعم، حقيقة الصوت غير واضح، إذا ممكن أنه تعلين صوتك قليلا. ومرة ثانية أنا بحب أهني أخصائي المشارك وأولاد كل العراق وكل الصحفيين العراقيين والصحفيات العراقيات في العيد الوطني للصحافة سنة 2009، ومش احتفال وليس عيد للصحافة العراقية، هي احتفال وعيد لجميع الصحافة العربية. أولا احنا دائما نعتز في
جائزة يعني هي شعار للتقدم للخدمة العربية. وإضافة إنه أنا كعضو في مقرر بهاي المناسبة بأنه نيجي على العراق نبارك ونهني ونشارك بيننا. العراق الآن اليوم يتمتع في حرية الكلمة وإحنا نشوف في شوارع بغداد، وهذا الشيء يعني يلعب في الناس نعم. حرية الكلمة ومزيد من التقدم هي تحقق أي دولة وإحقاقها أمنها أمانها دائما شركة الكلمة ومن خلال. نعم. نعم. إذن سهير جبداغ من منظمة الصحافة الدولية في بروكسل، نرحب بك. أجمل ترحيب في بغداد. شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أعود لغزال. غزال، ما يخص اختيار اللون، هل هناك يعني لغزال فلسفة خاصة باللون؟ هي مو فلسفة خاصة، لكن تعتبر يعني محاكاة للواقع، لكن بطريقة أخرى. يعني خدعة النظر. اكو ناس مثلا من ترسم تلون فدلون معين، خاصة في دراستنا في الكلية، يعني من طبع موديل الرسام الملون من يبدي يلون ما اعرف، يعني الرسام الاخر يكون عنده عمى بالالوان او شيء، ما اعرف، يقول ها شلون سويت هذا اللون؟ الرسام الآخر. الرسام الآخر. طيب. يعني أنا ما دا أشوف هذا اللون. هذا غالبا يكون هذا الموضوع. أكيد. يقول ها شلون صار هذا اللون؟ نفس الشيء يصير معك مثلا مع رسام آخر؟ أكيد. فأنت من تلون عندك فكر خاص معين. تحاكي الإنارة، تحاكي الظل، تحاكي الجو اللي موجود، الموديل اللي موجود داخل. فلهذا لكل رسام له فلسفة خاصة باللون معنا. لا، هي مو فلسفة، يعني يحاول انه يضع الجو، الوان الجو الموجود على شكل الموديل. طيب غزال، يعني ما يخص موضوع الرسم وموديل، تعتقد انه اليوم انه صار اكو بعض الناس يعني ممكن انه يقعد كموديل ويرسم فنان؟ يعني احنا نوعا ما عندنا هذه الحالة قد تكون مو موجودة، لكن الآن بعد اتجاه الناس إلى شراء اللوحات. أنا أشوف الفترة الأخيرة الناس تقبل على شراء لوحات لرسامين موجودين الآن. فأعتقد أنه اليوم يعني أكو شخص يعني ممكن أنه يقعد موديل لساعات وفنان يرسمه. هي يصير نوع من الملل، يعني الشخص ولازم ما يتحرك حتى لا يغير البوزيشن. لا، هي مو ما يتحرك، مو أكثر اللي يقعدون موديل يظن إنه هو بدون حركة، يعني إنه جامد. ما في شيء، يعني هو عادي طبيعي ويقدر يلتفت في أي اتجاه. لكن الفترة اللي تعيق حركته هي طويلة كموديل، لكن باستخدامنا يعني أكثر الرسامين أساتذتنا في كلية الفنون خلونا إنه نرسم بطريقة سريعة بحيث ما يكون ملل للموديل. نعم. يعني كان أحد أساتذتنا يخلينا نرسم لمدة 5 دقائق موديل كامل. 5 دقائق فقط، شيء صعب. يعني ترسم تخططه، لكن روحيته انه هذا الشخص. لكن مرنوك انه ترسم بشكل سريع وبالتالي يعطوك فائده. لكن بالمناسبه انا مو سريع بالرسم، يعني احب تاخذ وقتك. اخذ وقتي. يعني هي لفتي انه من ارسم. السرعه ما احب طيب يعني بالنسبه يعني للكليه، ذكرت اكثر من مره في حديثك كليه الفنون الجميله، هذا الطرح الفني المهم اللي خرج الكبار الفنانين العراقيين، لكن اسالك كغزال، قد كان مهم دور الكليه في حياتك وبالتالي صقل موهبتك؟ الكليه بالمناسبه الكليه ما تعلم، لكن تعلمك اساسيات. هي ما تعلمك كرسم، تعلمك اساسيات تهذيب فنيا. يعني شلون معاملتك مع الالوان، كيف تتعامل مع الالوان، معاملتك مع الظل والضوء، معاملتك مع الهرمون اللوني اللي تستخدمه في رسوماتك. هذا اللون ما يصير تستخدمه ويا هذا اللون. هذا اللي تعطيك خبرة فقط. يعني كتعليم الرسم. الرسم موهبة،
الرسم موهبة. يعني أكثر رسامينا يعني اللي تخرجوا من كلياتنا نادرا ما تلقى بيه رسام واقعي، نادرا، يعني معدودين على صابع. القسم يتخرج سنويا معدودين على صابع، لكن تخرج ملونين الكلية، يعني ترى ألوانه جميلة جدا ورائعة. إذن احنا يعني حقيقة بختام حوارنا هذا نتمنى لك الموفقية والنجاح الدائم، ونشوف لك أيضا أعمال قادمة إن شاء الله. الفنان غزال محمد رسام الكاريكاتير، وقبلها الفنان التشكيلي. شكرا جزيلا لحضورك إلى يوم جديد. الله يخليك. أشكر القناة الرشيد الفضائية على استضافتك هذا البرنامج. شكرا لك. شكرا لك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج يوم جديد. معنا الآن أغنية محضر لها المخرج وعلى